شوفوا لي الجمال والحلاوة. الجمبري لو اتعمل صح بيبقى حكاية ما شاء الله. بصوا شوفوا المنظر، أكلة خفيفة وسريعة هتخلص منك في أقل من نص ساعة عمايل وأكل. انت هتاكليها وانت واقفة أصلا. أولا تنظيف الجمبري، أنا بستخدم مقص بفصل بيه الراس، وبعدين بفتح خط الظهر واشيل القشرة. تمام. وبعدين اشيل الخيط الاسود ده بكل سهوله، هو خلاص بقى مكشوف بالنسبه لي، فانا بشيله على طول. ودي اهم خطوه في تنظيف الجمبري، لانها بتخلي الطعم انضف ومبقاش فيه اي مراره خالص. ايوه بالشكل ده بكل سهوله. طيب اول حاجه تتبيله الجمبري. تتبيله الجمبري لازم ما نقفرش فيها عشان طعم الجمبري يبان. عباره عن ايه؟ توم، ملح، فلفل، كزبره، عصره ليمونه. ما تتسبش في التتبيله دي باي شكل من الاشكال اكتر من ربع ساعه. انا زودت شويه بابريكا كده، ايه تنكيه يعني، مش أكتر. هتسيبيها في التلاجة عقبال ما تخلصي الحاجات التانية، مش هنسيبها في التتبيله كتير. يلا هنبدا بقى دلوقتي. القشر ده انا عايزه اخد منه شوربه عشان اخدها اعمل بيها الصوص. فانا بحط في حله على النار، بحط فيها حبه يعني حبهنتين كده، واتنين ورقه لورا، ومعلقه توم صغيره، وبقلب فيها القشر. بصوا خلاص، يعني اول ما لونها يتحول لاورنج كده خلاص، انت كده محتاجه كوبايتين ميه تحطيهم على القشر. انا حطيت كوبايه من ميه سلق المكرونه وكوبايه ميه عاديه، وهنسيبهم بقى ياخدوا غلوه مع بعض عقبال ما احنا نعمل على طول نشوح الجمبري ونعمل الصوص. دلوقتي عندك نار عاليه وسريعه، تحطي فيها زبده وتنزلي بالجمبري على طول، لسببين. الحراره العاليه بتخلي الجمبري يقفل بسرعه ويحافظ على العصاره جواه. طيب ما بياخدش على النار اكتر من 5 دقايق، عشان لو طول اكتر من كده هينكمش قوي وهيبقى ناشف ومطاطي. تعالي دلوقتي نعمل الصوص في نفس الزبدة اللي كان فيها الايه الجمبري. هحط معلقتين دقيق وهفضل اقلب فيهم لحد لما مبقاش شايفه الابيض ده، مبقاش شايفه اي دقيق باين كده. انا حطيت معلقه وربع دقيق على، حطيت نص كوبايه من اللبن، وقعدت بصي ادوب فيهم كويس قوي. اللبن كان ساقع من التلاجة عادي. تقعدي كده تقلبيهم مع بعض، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين من الجبنه الكريمي. الطعم مش موجود يعني لا، مش هتلاقيه في حته تانية لا. بصي بقى، وهتنزلي عليها بنص كوبايه من الشوربه، وتقلبيهم بقى مع بعض كويس قوي عشان الجبنه الكريمي تفك كده وكلهم يختلطوا مع بعض. تنزلي بقى عليهم بالمكرونه المسلوقه. يعني كل الكميه اللي انا عملتها كان نص كيس مكرونه، تمام، لان يعني الوصفه دي كده كلها كانت كفه فردين بس، تمام. وتقلبيهم مع بعض تقليبه واحده بس، وتقفلي وتحطيهم بقى في الاطباق. بصي هي يعني وصفة سريعة جدا، بس شكلها شيك وطعمها يجنن، تحسي كده انك قاعدة في مطعم ايطالي بس وانتي ايه في البيت. بصوا الحلاوة والجمال. تعالى، انا هخلص الطبق ده وانا واقفة عموما يعني. يلا قومي اعمليها النهاردة وهستنى رأيك في الكومنتس. وخليكي فاكرة ان في ليلس كيتشن بنعمل الاكل بمزاج. يلا اعملي سبسكرايب وادخلي معايا المطبخ وخلينا نطبخ كل يوم حاجة جديدة. شكرا على وقتك.